3 سنوات كنت في أربيل. أهلي ما كانوا يحتاجون الراتب الذي كنت أتقاضاه، وكنت أدرس في الليل، أنشغل في المسجد ما بين الدراسة وما بين الوظيفة. فبفضل الله عز وجل في الوظيفة أيضا كنت متفوقا، شاب وله قوة وإمكانية، ورغم أنني ما كنت أعرف اللغة العربية، و13 موظف كانوا عرب. وما كنت تتكلم العربية بعد؟ أنا ما كنت، لا حتى لما تعينت. يعني من ضمن النكات الغريبة، هم عندما قالوا لي نذهب إلى بغداد للتعيين، يعني وأنا كنت أتخيل نفسي كأن فحام من القرية يدخل عاصمة. فأخي أبو فاروق أكبر مني، قلت له علمني كم كلمة باللغة العربية حتى نصل إلى فندق سامان. وكان يقول فندق سامان أكراد وفي بغداد. فعلمني كم كلمة من اللغة العربية، وذهبنا 13 شخص. هم قالوا أنت تعرف عربي أحسن منا، أنت صر معنا، يعني أنت تتكلم باسمنا. أول ما نزلنا من الفندق، طبعا كل تنزل من بغداد تأخذ تاكسي على فندق سامان أكراد شورجة ويروحوا. ففي الصباح لما نزلنا ونذهب إلى مجلس الخدمة للتعيين، أنا تقدمت وهم وراي مثل أغنام. أنت تقودهم. نعم. فنحن أيضا من شارع الرشيد، وشارع الرشيد في بغداد شارع مزدحم جدا، وكان يومها كانوا يهتمون اهتمام صارم بخط العبور. فأنا وجدت تقاطع السائدات، تقاطع الشارع، ظننت أنه هذا محل عبور، لكن ممحات قسم منها. فعبرت وهم عبروا معي خلفي. فأمسكنا الشرطي مفوض مرور، قال تعال وين رايحين؟ فأنا نسيت حتى حروف الجر. قال على لهجة الأكراد، قال وين رايحين؟ قلت والله عيني ما نعرف. هذا الذي عرفته من اللغة العربية. فقال أنتم منين؟ قلنا من سليماني. تعرف الأكراد يلفظوا السليماني، يقولوا سليماني. والله من سليماني. أخذنا على الضابط قال أنتم منين؟ قلنا من سليماني. قال من سمشنار مصيف؟ قلنا لا، من داخل السليماني. قال ليش عبرتوا مخالفين؟ قلنا والله ما نعرف. فقال يلا نروح على خاطر شيخ محمود، على خاطر شيخ محمود الحفيد ملك كردستان في عام 20 الذي أرسل جيشا لمحاربة الإنجليز إلى البصرة، يعني إكراما له. نعم، هذا ضابط وطني. نعم بالتأكيد يعني. فبعدها ذهبنا إلى مجلس الخدمة، امتحنا، ثم قالوا لي اذهب إلى المدير واسأله متى يكون النتيجة. فذهبت إلى المدير، قلت متى النتيجة؟ مجرد بعد السلام، متى النتيجة؟ قال شو وقت امتحنتوا؟ قلت باكر. فكلهم ضحكوا، عرفت أنني أخطأت، قلت عفوا غدا. فغدا هو نفسه باكر يعني. فبعدها هم كلهم ضحكوا وأنا استحيت. نسيت كلمة أمس أنت؟ نسيت، نعم طبعا أنا نسيت الأمس. فقلت باكر، ثم قلت غدا. بعدها ب3 سنوات كنت الناجح الثاني في قسم اللغة العربية. نعم. وهذا من فضل الله عز وجل، ثم من حب الانتماء إلى الإسلام، والذين زرعوا فينا الإسلام وزرعوا فينا الانتماء الحضاري للإسلام.